انت بعد كده لازم تمشي بالطريقة اللي انا بقولها. ما ينفعش تقعد تخترع كده طرق وتمشي بيها. لا، انا براحتي، انا هعمل اللي انا عايزه واللي انا شايفه صح. ده على اساس ايه يعني؟ هو كده، انا هعمل بس اللي انا شايفه صح. طيب لو ما مشيتش بالطريقة اللي انا بقولها انا هطردك من المستشفى. تطردني؟ انا محدش يقدر يطردني من هنا. لا، انا اقدر اطردك، انا صاحب المستشفى. على جثتي ان انا امشي من هنا، انا مستحيل. انت بتقول ايه؟ انت بكرة تكون ماشي ولامم حاجتك كلها وماشي من هنا. لا، مش هيحصل. طيب انت بكرة من نفسك لو ما مشيتش هجيب الامن يمشوك ويطردوك برا المستشفى. وريني هتعمل كده ازاي. يا نهار ابيض، اما اروح اقول بقى لزمايلي اللي حصل هنا دلوقتي. انتوا مش هتصدقوا انا سمعت ايه. ايه؟ قول سمعت ايه. كل مرة تجيب لنا اخبار وحشة كده. انتوا عارفين الدكتور صاحب المستشفى طرد زياد من المستشفى. ايه؟ ازاي ده حصل؟ يا نهار ابيض، ليه كده؟ مش عارف. انا سمعتهم كده وهما بيتخانقوا وقال له يمشي بكره، لو ما مشيش بكره هيجيب ناس يمشوه بالعافيه. حرام عليه، ليه؟ دكتور زياد ده طيب قوي. مش عارف بجد ايه اللي حصل بس عشان يعملوا كده. يا هدى، اديتي الحقنه للمريضه اللي فوق؟ ايه، لا لسه. طيب انتي اتاخرتي قوي عليها كده، لازم تطلعي دلوقتي. حاضر انا طالعه اهو. ايه بتعملي ايه هنا؟ جايه اخد حقنه اديها المريضه هنا. طيب يلا خدي. انا نازل تحت اجيب حاجه من تحت. طيب ماشي. يلا اما خدلي كام حقنه بقى بالمره. ابيعهم في اي حته واخد بدلهم فلوس، بدل المستشفى دي اللي بتديني فلوس قليله قوي. لو سمحت ممكن تصحي عشان اديك الحقنه بقى دلوقتي. ايه، صباح الخير. ده ميعاد الحقنه بتاعتك. طيب ماشي. ايه هو انتي تديني الحقنتين ولا ايه؟ لا مش هديكي الحقنتين. امال ليه ماسكه حقنتين في ايدك مع بعض؟ ايه، في مريضة تانية غيرك هبقى اروح اديلها الحقنة. طيب كويس كده، اديتلها شوية من الحقنة صغيرين والباقي هبيعهم كمان مع الحقنة التانية. ممكن اخد ايه كمان؟ اخد السماعات دي ابيعها. هدى. ايه نعم يا دكتور. هو ايه اللي انا سمعته ده؟ سمعت ايه؟ انتي بتاخدي الحقن وبتبيعيها وكمان بتاخدي حاجات من المستشفى وتبيعيها؟ إيه يا دكتور، لا انا ما قلتش كده، انا رايحه ادي الحقنه دي لواحده تانية. انا مش عايز كدب، انا سامعك بودني. يا دكتور بجد مش عارفه اقولك ايه، بس المرتب قليل قوي وانا عايزه فلوس. معنى كلامك ده بقى ان انتي تسرقي، صح؟ طبعا لا، انا عارفه ان ده غلط. من بكره امشي وما تجيش المستشفى تاني. لا يا دكتور، انا مش هقدر اسيب المستشفى. هعمل ايه طيب لو سبتها؟ زي ما قلتلك كده، بكره تكوني مشيتي وسبتي المستشفى. انا مستحيل امشي من المستشفى دي لو حصل ايه. انتي بتهدديني، انا صاحب المستشفى. لا مش بهددك، بس انا بقول ان انا كده كده مش همشي. طيب يلا بقى جهزولي اوضة العمليات عشان عندي عملية دلوقتي. حاضر يا دكتور. جماعة، انا حاسة ان الدكتور اتأخر قوي في العمليات. ما تيجوا كده ندخل نشوف في ايه، لا يكون في مريضة تعبانة او في اي حاجة نساعده. انا ماليش دعوة، مش هروح في حتة عشان ما يقوليش ان انا بتدخل في الشغل بتاعه. طيب ما تروحي كده يا هدى تشوفي.
لا، انا مش هروح في حته، انا واقفه هنا، اللي عايز يطمن يروح يشوف بنفسه. خلاص يا جماعه، خلاص انا هروح اشوف في ايه يعني. يا نهار، ما اروح اشوف الدكتور. ايه ده؟ الدكتور! يا دكتور اصحى، فوق يلا. ايه ده؟ الدكتور كده مات؟ انا لازم اقول لهم بسرعه. انتوا مش هتصدقوا اللي حصل. ايه في ايه؟ الدكتور مات في اوضه العمليات وهو لوحده. ازاي؟ لازم نروح نلحقه. ايه ده؟ الدكتور ده شكله مقتول، هو مش ميت طبيعي. ايوه فعلا، تقريبا هو واخد حقنة. انا مش عارف مين يقدر يعمل كده، مش عارف بجد. احنا لازم نتصل بالبوليس ونحقق في الموضوع ده ونشوف مين اللي قتله. انا هتصل على البوليس يجي دلوقتي حالا. إيه؟ طب ما تستني شوية، مينفعش تتصلي كده. يعني ايه مينفعش اتصل كده؟ كده سمعة المستشفى هتقع لما تعرف ان حد اتقتل من جوه، مستحيل حد يجي هنا تاني. طيب واحنا هنعمل ايه؟ لازم نتصل ونبلغ عن اللي حصل ده. انا كده كده هتصل. ما ينفعش اي حد يدخل او يخرج من المستشفى، احنا لازم نقفل المستشفى دي عشان الجريمة دي حصلت هنا في المستشفى، واحنا لازم نعرف مين اللي عمل كده. ماشي يا دكتور، محدش هيطلع ولا هيخرج، ما تقلقش. طيب بس احنا عندنا بيوت وعايزين نروح عشان اللي في البيت. بقولك في جريمة قتل حصلت، تروح فين؟ خلاص خلاص. قول لنا بقى ايه اللي حصل يوم الحادثة؟ ايه؟ ما حصلش حاجة، كان يوم عادي جدا، والدكتور راح يعمل عملية. بعدين سمعنا ان هو اتأخر قوي في العمليات. يعني انت مش بتشك في اي حد ان هو عمل كده؟ بص، هو بصراحة اليوم اللي قبل يوم العملية ده الدكتور كان متخانق مع دكتور تاني وكان هيطرده من المستشفى، والدكتور التاني ده قاله على جثتي ان انا امشي من هنا، واتخانقوا خناقة كبيرة مع بعض. بس قلنا عادي، يمكن دي خناقة وراحت لحالها، بس مش عارف، يمكن هو ده اللي حصل. انا بحكي لك بس اللي حصل، بس انا مش عارف اي حاجة. انتي بتشكي في حد ان هو اللي قتل الدكتور ده؟ لا، انا مش عارفة اي حاجة وما سمعتش حاجة كمان. انا عرفت الحاجات دي من الممرض اللي راح سمع المشكلة ما بين الدكتور وما بين الدكتور صاحب المستشفى، بس فانا معرفش حاجة. طيب ماشي. امتى اخر مرة شفتي الدكتور؟ قبل ما يدخل العمليات على طول، وكنا واقفين انا وزمايلي مع بعض. طيب ما بتشكيش في حد ان هو اللي قتله؟ ايوه، انا شاكه في الدكتور اللي كان بيتخانق معي، متأكدة ايوه هو اللي قتله. وايه خليكي متأكدة قوي كده؟ معرفش، اصل على طول كان بيتخانق معي، فاكيد هو اللي قتله، يعني هيكون مين غيره؟ بس ده مش دليل ان هو اللي قتله. معرفش، انا بخمن، يعني حاسه ان هو اللي قتله، اصل هيكون مين تاني غيره يعني. لو سمحت، في واحدة من المرضى عايزة تقول شهادتها معانا، بتقول ان هي عندها كلام ممكن يفيدنا. طيب هاتيها بسرعة. حاضر، تعالي يلا. حاضر. احنا ملقناش اي بصمات للدكتور اللي بيقولوا عليه ده، دي بصمات ناس تانية، اكيد في حاجة غلط. انا سمعت الدكتور ليلة الحادثة بالليل وهو بيتخانق مع الممرضة. ممرضة مين؟ البنت اللي كانت هنا من شوية دي، اسمها هدى، عشان كانت قاعدة تسرق حاجات من المستشفى وهو شافها،
وهي قالت له انها مستحيل تمشي من المستشفى، مش هتقدر. بس فانا قلت اقول لكم المعلومات دي عشان ممكن تكون في حاجه فايتاكوا. ايوه فعلا، بصمات الممرضه دي موجوده في كل حته في اوضه العمليات، وكمان على الحقن اللي مرميه في الارض. بالظبط كده، هي اللي قتلت الدكتور. انا كنت مستني بس الاقي دليل. كان واضح عليها قوي ان هي متوتره، وهي الوحيده اللي اتهمت الدكتور ده وقالت ان هو اللي قتله اكيد. انا ما قتلتوش، دي بتكذب عليكوا، انا مستحيل اعمل كده في الدكتور. انا سامعاكي وانتي بتتخانقي معاه ليلة الحادثة عشان انتي بتسرقي. طيب كنت هعمل ايه يعني؟ لازم اسرق؟ انا عيلتي كلها معهاش فلوس، وانا الوحيدة اللي بصرف عليهم. انا ما كانش عندي حل تاني غير السرقة. طيب والقتل؟ انا لو كنت اتطردت من المستشفى دي عشان انا بسرق، مستحيل اي مكان تاني كان يقبلني، وكنت عايش في الشوارع واهلي ما كانوش هيلاقوا ياكلوا، فاضطريت اقتل الدكتور عشان افضل مكملة هنا، عشان اصرف على اهلي. شفتي خططك الذكية وصلتك لايه؟ انتي لازم تيجي معانا على الاسم. لا، سيبوني كده، اهلي مش هيلاقوا حد يصرف عليه.